عتابك مع بنتك هيعمل حاجة من الحاجتين: يا هيقرب بنتك منك جدا، يا هيبعد بنتك عنك تماما. العتاب الصح هو اللي يخلي بنتك تيجي تحكي لك، عشان ما توصليش لمرحلة يا ماما ان في وقت من الاوقات تقولي انا بنتي معرفش عنها حاجة، بنتي دايما بتحكي بره وما بتجيش تحكي لي. لو العتاب فيه صوت عالي مبالغ فيه، وفي إهانة للبنت، دايما بقول لها انت السبب وانت اللي غلطانة وانت ما بتعرفيش وانت ما بتفهميش وانت، ده كله هيخلي البنت دايما مش هتيجي تحكي لك حاجة. العتاب اللي دايما فيه ان انا بذكرها بأي مواقف غلط عملتها زمان. احنا قلنا قبل كده ان الغلط هو ده اساس التعليم، خليها تغلط تتعلم بس انت بتحميها. فلما اجي اعاتب مرجعش للقديم وافضل اتكلم فيه. العتاب الصح هو اللي هيحتوي البنت. حللي الموقف معاها، كلمي على الموقف، قولي لها انا زعلانه من الموقف الفلاني. ما تقعديش تحللي في شخصيتها، تقول لهاش انت السبب وانت، هي بتتعلم وكلنا بنغلط. فانت دايما تحاولي انك تحتويها وتقربي منها واسمعيها يا ماما كتير ارجوكي عشان تقدر تيجي تحكي لك. العتاب الصح هو اللي بيعلم، مش هو اللي بيكسر بناتنا. انت مش لوحدك، معاكي نرمين صفوت، وايد في ايد تبقى حياتنا اهدى، وربنا معاكم.